السلام عليكم. السلام ورحمة الله واش تعالى. هاد الوقت هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عقود ما قبل التشغيل الشبكة الاجتماعية. في الشبكة الاجتماعية. احنا هاد الشباب هذو كانوا خدامين في التكوين التحتاني لمدة 3 سنوات، ومن بعد لما فتح المعهد المتخصص هذا عيطوا لهم جابوهم هنا، جابوهم للمعهد لمدة سنة. لما جابوهم هنايا باش جابوهم هنايا باش عندهم المدير السابق المكلف بالتسيير السابق، جابوا ودي هنايا في مده سنه، جابهم هنا قال لهم باش تخدموا. اخدموا لنا هنا وعدهم بالادماج هو والمدير الولائي السابق، قال لهم روحوا خدموا راكم ان شاء الله مدمجين. خدموا وتحملوا كاع الظروف القاسيه اللي كانت هنا في المعهد، وقع معهد مفتح جديد وايزولي، التحرشات، عقود ما قبل التشغيل اللي يخرج 800,000 يخدم في الليل، والله يخدم ليلا ونهارا ويخدموا بدوام كامل، يخدموا بدوام كامل، يعني نقولها ونعاودها. يتحملوا هالظروف في سبيل باش يخدموا. قاعد سيتان لاج اللي يخدم على عائله ويخدم 800,000 ومضيع صوالحه وجاي يخدم وكاين اللي كاري وكذا وكذا، وفينالمون كنا نستناو معناها جزاء حسن من الاداره هذه. جازينا، يعيطونا، يجينا المدير الولايي وجانا القطاع يجازي هذا الناس هذو اللي خدموا وتعبوا. وجا المدير الولائي ونصب المدير الجديد، نشكر المدير الولائي، جا نصب المدير الجديد وعطانا وعد قالوا دير الاولويه لاهل القطاع. لكن للاسف احنا مؤخرا رحنا للمدير هذا جديد قال ما نوعدكم بوالو، انا ندير مسابقه خارجيه واللي يربح ربح وخلاص، انتم ما عندكم في زياده 6 نقاط وخلاص، هذا ما كان. ولا جات حاجه فوق يدي الله يسهل. لكن احنا لما نسمعوا مراسلات وعود الوزير الاول والوزاره، ونسمعوا وزير التشغيل، نسمعوا وزير التكوين والادماج، ونسمعوا يعني نفرح. ولكن لما نجوا هنا راه كاين تعسف، ولو يطلعوا على القرارات التعجيزيه والشروط التعجيزيه اللي دايرها في التوظيف، اقسم بالله يخلع. لو يطلع عليها الوزير الاول وزير التكوين المهني، نطلب من وزير التكوين المهني يطلب من الاداره هذه تبعث له الشروط التعجيزيه اللي دايرها في التوظيف. اذا كان حنايا كل واحد، اذا كان يقدر واحد يتوظف يا خويا هذه حقره. احنا كاع جزائريين ورانا قولة الجزائر وكاع عندنا حقوق متساويه. للرئيس البوتفليقه نشكروه، حتى لاخر مواطن احنا كلنا حقوق متساويه، كلنا ولاد الجزائر، كل تحكمنا دوله واحده ويحكمنا دستور واحد. فهمت؟ يحكمنا دستور واحد. لذلك يا سيدي الوزير الاول، يا سيدي وزير التكوين، يا سيدي اين القرارات؟ يا سيدي مدير التكوين، اين القرارات؟ وراهي الوعود اللي راكم كل يوم تعودوا فينا بها، وراهي علاش الشيء هذا؟ علاش الحقره هذه؟ وعود حبر على هذه حبر على يعني الان رانا في دولة قانون ولا ورانا في غابة؟ رانا في غابة ولا في دولة قانون؟ ولا القوي يأكل الضعيف ولا كيف؟ سبحان الله. تفضل سي محمد. السلام عليكم. رانا هنا في المعهد الوطني المتخصص، معهد جديد، الميزانية تاعو جديدة، عمال نورمالمون. هذا المعهد تابع للقطاع التكوين المهني، ورانا في ولاية واحدة، معناها ولاية تيارت. راه في دائرة قصر الشلالة المعهد جديد. نطالبوا ينحونا هاد الشروط التعجيزية في التوظيف، سورتو العمال المهنيين. شروط تعجيزية فوق الحد. حارس دوموندي منه 5 سنين خبرة وين يلقاها؟ كان اللي كان حارس لهنا يخدم لهنا في الليل. ما نحكيلكش راه واقع في ذا الطريق، اللي يخدم راه عارف، ولا اللي يفوت من هذا الطريق راه عارف واش راه واقع لهنا. هنا واش نطلبوا من يبدلونا هذه الشروط التعجيزية نسميها، ولا السياسة تعسفية في التوظيف، سياسة المحاباة يقولوا لها هذه. خويا وبن خالتي وبن عمتي وجيبوا لهيه ولاد بلاد، الولاد بلاد اللي خدموا لهنا باطل ب 800,000 ولا 8,000 دينار جزائري، راح يروح حقهم كيما هاك. وانا نحكي على روحي شخصيا دروك، انني متخرج، عائله، رب عائله، عندي ولد وكاري سكنه 1,500,000، وراني رايح نخدم لهنا 1,500,000 ناكل بها ولا نكري بها، مع العلم انه كاين تعليمات ولا ادماج مباشره، بادماج حاملي شهادات. وراهم حاملي شهادات، كاين حاملي شهادات لنا رايح ورا الادماج. انا في قطاع واحد، طالبوا المدير الولائي يجي وما يفتح لنا قنوات الحوار.
نهضروا معاه يفهمنا ونفهموه نوروا له واش راه واقع في هذا القطاع تاعو في هذه الدائره. سياسه تعسفيه في التوظيف ما هذه لا رجعه فيها، متاكد وبالادله عندي. ناس لهنا التوظيف واقع فيه سياسه تعسفيه. واش نقول؟ طالب من الوزير ولا المدير الولائي يجي يشوف لهذا العمال، هذا عمال عقود ما قبل التشغيل، مع العلم انه ما عندهم حتى حق يخدم لهنا، ما يخدمش ما يخلصش، ما يسني له ما يطلعلوش البونطاج تاعو. وراه لازم ديروا لنا حل، ولا يجي المدير يفتح. حنا المدير تاع المعهد هذا راه مازال ما هضرناش معاه، مازال كاع راه عنده 15 يوم اللي تنصب مازال ما شفناهش. بيفتح لنا قناه الحوار ما كانش. ورانا رايحين 4 سنين 3 سنين 5 سنين، وين رايحه؟ تروح هاكا. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله الله مين وري الله الله.